اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هكلمكم عن ازاي نفتح قناه يوتيوب. هو طبعا مش هقول لكم الخطوات وكده، بس هشارككم كام حاجه لما بدات قناه يوتيوب عملتها، وانت لو عايز تفتح قناه يوتيوب تعمل ايه بالظبط، وايه الصعوبات اللي ممكن تواجهك، وازاي تقنعوا اهلكم وكده. فيلا نبدا الفيديو. الاول خلوني احكي لكم عن قصتي مع اليوتيوب، عشان بجد قصه غريبه جدا، بجد غريبه قوي قوي. يعني ممكن نقول بالفطره، يعني انا اتولدت كده بحب اليوتيوب. ثواني، فاكرين كورونا؟ ماشي. وقت كورونا كنت يعني انا بجد من انا وصغيره قوي، مش اللي هو اخواتي كده، لا بجد من انا وصغيره قوي. يعني كنت بحب ان انا امسك الفون وافضل اصور واقول اي حاجه وخلاص قدام الكاميرا واصور فلوج. انا ما كنتش عارفه حاجه اسمها فلوج اصلا او روتين والكلام ده، فكنت امسك الكاميرا واروح عند اخواتي وكده ونفضل نصور والكلام ده. لكن بالنسبه اللي ممكن مثلا لغايه 7 سنين، والله يا جماعه انا حرفيا من انا وفي الحضانه بحب اصور فيديوز. ممكن اللي بيحب التصوير يفهمني. فبعدين لما دخلنا مثلا، لما كبرت شويه في 6 ابتدائي، في اولى اعدادي كده، لا 6 ابتدائي، في 2020 او مش عارفه السنه اللي كان فيها كورونا، كنت بمسك الفون بتاع ماما، اي حد في البيت، وامسكه تمام، واحط الكاميرا قدامي وافضل اتكلم كلام عن كورونا، واعمل نفسي مذيعه او مذيعه، واعمل نفسي مذيعه وافضل اقول اسباب كورونا وازاي نحمي نفسنا. وفي نفس الثانيه بعد ما اخلص، انا كنت بصور فيديو حرفيا 3 ساعات، انا بفضل ارد قدام الكاميرا كده وبس. بعد ما اخلص كنت بمسح الفيديو، عشان كان بيكون مساحه كبيره قوي، واصلا التليفونات وقتها كانت مساحتها قليله، او ممكن ماما كان تليفونها مساحته قليله، كان 7 جيجا اعتقد، حاجه زي كده. فالمهم كنت بمسح الفيديوز بعد ما اخلصها. فالخلاصه من هنا ان انا من انا وصغيره، يا لهوي هو باين من اول الصوره. الخلاصه من هنا ان انا من انا وصغيره حرفيا كنت بحب التصوير. انا كلمه بحب التصوير قليله، بحب احط الكاميرا قدامي واتكلم، يعني انا كده مستمتعه صح؟ بس ده كان بالنسبه ل اللي هو انا صغيره تمام. ازاي اقنعت اهلي؟ بصراحه ما كانش في اي الحمد لله صعوبات. يعني قلت لهم عايزه افتح قناه يوتيوب بس، ولكن اللي محدش يعرفه قوي هو ان انا فتحت قبل القناه دي يا جماعه حوالي 20 قناه، بس ما كنتش بظهر وشي. ولكن مش بسبب ان اهلي رافضين، بسبب ان انا كنت مش عايزه اظهر وشي، او اللي هو عادي اقول عامه، فكنت خايفه، فاهمين؟ ما كنتش حابه ان انا اظهر وشي مكسوفه والكلام ده. ده كان على اليوتيوب. انما انستجرام يا جماعه احكي لكم عنها بعد شويه، عشان انا عارفه ان انتوا لما تيجوا تفتحوا قناه هتواجهكم المشكله دي، واللي هو خايفين من كلام الناس. بس خلينا بعد شويه نتكلم عن الموضوع ده. فانا فتحت قنوات كتير قوي، كانت ممكن بتنجح، ممكن بنسى الباسورد فاعمل واحده جديده، اللي هو على اساس ان انا هتشير فيديو، يعني هتشير، فهعمل واحده جديده وهبدا بدايه جديده وهنزل فيديوز حلوه اعملها وتفشل برده، واعمل غيرها وتفشل برده. فالمهم اخدت على الموال ده لغايه ما كنت عامله قناه مش متشهرتش قوي يعني، بس اللي هو جابت فيوز حلوه. فبعدين نسيت الباسورد بتاعها، قلت بدل ما تتشهر ومش عارف ايه، عشان كنت واثقه في نفسي، قلت بدل ما تتشهر وانسى الباسورد واروح في داهيه، فهعمل ايه بقى؟ هعمل اكونت جديد او حساب جديد يعني، واشارك فيه اللي هو بجد، واعمله فعلا يكون كويس. عملته السنه اللي فاتت في الاجازه، او مش فاكره، السنه اللي فاتت في الاجازه. هيكون عامه في الصفحه عندي مكتوب امتى عملت الحساب تمام. ده بالنسبه لازاي قصتي عامه مع اليوتيوب. ولكن في حاجه تاني هحكي لكم عنها بعد شويه بجد، عشان انا عارفه ان هي هتواجهكم قوي، واللي هو انك تخاف من كلام الناس، او حاسس انك مكسوف، حاسس انك مش عارف ايه. انا الحمد لله يا رب اتغلبت على الموضوع ده الحمد لله. فتعالوا ندخل على تاني حاجه، واللي هي كانت ايه؟ هل اليوتيوب صعب ولا سهل؟ اوكي، في البدايه اليوتيوب سهل جدا، سهل جدا في البدايه تمام. اول ما تبداوا قناه يوتيوب، عشان والله مش عايزه اخوفكم خالص، بس في البدايه الموضوع هيبقى سهل، ولكن بعدين الموضوع هيبدا يبقى صعب شويه. ليه صعب شويه؟ اول حاجه انا عامه بدا الى حد ما يبقى صعب شويه معايا. ليه صعب؟ اول حاجه مش هتلاقوا افكار فيديوز. تاني حاجه هتفقدوا الشغف شويه وشويه، مهما كان حبكم للقناه برضه هتفقدوا الشغف. مش معنى ان انتوا مش حابين تصوروا، انما الفكره فاقدين الشغف، مش قادرين تقوموا تلبسوا وتصوروا والكلام ده، فاهمين؟ بس انا مش عايزه اخوفكم خالص يا جماعه، بجد انتوا ممكن تتغلبوا عليه. يعني انت اكيد فقدان الشغف ده حاجه عامه احنا نقدر نغيرها عادي. انت فاقد الشغف هتقوم تصور برضه، يعني الله اعلم، ممكن انا فاقده الشغف ما بكلمكم. لا عامه النتيجه بعد شويه، انا خايفه تظهر اصلا. التليفون فين؟ المهم النتيجه تظهر بعد شويه، فادعوا لي. ازاي تدعوا لي وانتوا اصلا الفيديو ده هينزل بعد النتيجه؟
هينزل يوم الجمعه. طيب انا بقول لكم ليه هيبقى صعب؟ زي ما قلت لكم هتنسوا الافكار، مش هتلاقوا افكار اصلا، ولكن ده ليه حل. هنا الابلكيشن اللي انا بلاقي منه افكار، ممكن تروحوا لو عايزين تبداوا، يعني لما تبداوا قناه يوتيوب استخدموه في ان انتوا تلاقوا افكار. وكمان حاجه ممكن تستخدموا شات جي بي تي في ان انتوا تلاقوا افكار. اسالوه عايزه افكار يوتيوب، انا معايا مثلا قناه يوتيوب عايزه افكار، ممكن تقترح لي. هو هيسالك ايه نوع الصفحه بتاعتك، فانت قول له بقدم محتوى كذا، بقدم محتوى كذا. وقول له اهم حاجه ان احنا في الاجازه، عشان هو بيفضل يقول لي اديهم نصايح تعليميه. خلاص احنا في الاجازه حضرتك، يعني انا لاقي لهم ازاي نصايح تعليميه يعني. فقولوا لهم احنا في الاجازه لو هتبداوا القناه دلوقتي. تمام كده بالنسبه ليه هل اليوتيوب سهل ولا صعب. ويا جماعه بجد انا معاكم قوي في الحته دي، واللي هي اليوتيوب، عشان انا بجد كان نفسي حد يقول لي نصايح عن اليوتيوب وكده. كنت ببحث كتير قوي، طبعا عمنا شات جي بي تي ما كانش قاعد في الوقت ده، فكنت ببحث كتير قوي على ان انا ازاي افتح قناه يوتيوب والكلام ده. مش الفكره في الخطوات ازاي افتح، الفكره ازاي اعرف انزل فيديوز وكده، فاهمين؟ المهم ده بالنسبه لتاني حاجه، اللي هو هل اليوتيوب سهل ولا صعب. طيب الخلاصه، هل صعب ولا سهل؟ متوسط. كل حاجه ليها تعب يا جماعه، مهما كانت اي حاجه بتتعبوا عليها عشان تلاقوا نتائج حلوه. تالت حاجه واللي هي خايف من كلام الناس. افتح قناه يوتيوب ازاي وانا خايف من كلام الناس؟ الايس كوفي باظ. انا بعمل ألذ ايس كوفي ممكن تدوقوه في الحياه. اي حد عايز يشرب ايس كوفي يقول لي اجي اعمله له، اوكي؟ حاسه نص راسي مقطوعه عامه يعني، بس اتس اوكي. خايف من كلام الناس جماعه، الجزئيه دي عامه انا عارفه ان هي من اكتر الجزئيات اللي ممكن تكون بتاثر معاكم، عشان كده هكلمكم عنها. لينا 8 دقايق برده مش كتير يعني. عشان كده هكلمكم عنها بالتفصيل جدا جدا، واقول لكم حكايتي وازاي اتغلبت على الموضوع ده، لان عامه اي حد في البدايه بيواجه الموضوع ده. وبصوا في الوقت ده ممكن نقول ان انا ما كانش عندي ثقه قوي في نفسي، عشان كده كان الموضوع ده بيواجهني. تمام، الموضوع ده بجد كان بيشغلني قوي يا جماعه الاول، فعشان كده لما كنت بدات يعني عشان كده هكلمكم عنه بكل تفصيل حرفيا. قصتي معاه ايه؟ اليوتيوب ما كنتش خايفه منه على الاطلاق، لان انا كنت متاكده ان هو مش هيظهره لحد، عشان اليوتيوب عليه صفحات كتيره، وفي الغالب لو انت صفحتك مبتدئه يعني مش بيوديها لناس كتير، ده شيء معروف. كمان ملحوظه وهو ان يوتيوب مش بيربط الاكونت بتاعكم بالفيسبوك والجهات الاتصال والكلام ده، انما الفكره في انستجرام. طيب انا هحكي لكم ليه عن انستجرام رغم ان انتوا عايزين تفتحوا يوتيوب عادي، عشان يا جماعه ده بيرتبط بده. يعني انا الفكره في الخوف، فاهمين؟ مش الفكره في الابلكيشن او كده. كنت خايفه من اللي هو هيقولوا عليا ايه، ولا مش عايزه، انا لسه صغيره وعيال فصلي المعفنين اصلا دول. بجد انا بجد مش عارفه دماغي كان فين وقتها، دول شويه خلاص بجد. عشان كده كنت متردده ان انا افتح انستجرام، ما اجلتش الموضوع عشان انا بحب كده، فحتى لو خايفه برضه هعملها. سمعت مقوله بتقولك واجه مخاوفك، واللي هي واجه مخاوفك. قررت ان انا بدل من ان انا اتهرب من المخاوف اللي عندي واسيبها مع نفسها كده قاعده في حياتي، قررت ان انا اواجهها. بالظبط كده، قررت ان انا اواجهها، والحاجه اللي بخاف منها هعملها. يعني عامه دي لازم تاخدوها في الحياه عامه، ولكن الصوت هيبوظ سوري. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على قناه اليوتيوب، بنتكلم عن الانستجرام، تمام؟ على التنزيل عامه. فالمهم كنت بخاف اللي هو انزل وكده فقررت ان انا اول حاجه هعملها هو ان انا هواجه مخاوفي زي ما قلت لكم. ونزلت اول فيديو، كنت برضو بتكسف، ونزلت تاني فيديو. كل ما احس ان انا مكسوفه اقوم اصور وانزل فيديو. ليه؟ مع الوقت هتحسوا ان الموضوع بقى عادي بالنسبه لكم. ده بالنسبه للانستجرام. طب ايه دخل الانستجرام بيوتيوب؟ الفكره هنا في الخوف. فانتوا لو خايفين من يوتيوب، انا بقول لكم ما كنتش خايفه، ولكن انتوا ممكن تكونوا خايفين لان وقتها السنه اللي فاتت غير دلوقتي بصراحه. السنه اللي فاتت كان ممكن مش بيظهر قوي، انما دلوقتي انا شايف ان هو بيظهر جدا. القنوات اللي لسه فاتحه جديد جدا جدا جدا، حرفيا يوتيوب الايام دي بيدعم القنوات الصغيره، انما السنه اللي فاتت بصراحه ولا كان بيدعم ولا زفت. فالمهم ان انتوا تقدروا تبداوا، تمام؟ ويا جماعه زي ما قلت لكم بجد واجهوا مخاوفكم، تمام؟ انت خايف من ان انت تنزل او خايف من ان انت تفتح قناه، طالما اهلك مقتنعين وكل حاجه تمام، انما فكره مخاوفك بس اللي واقفه قدامك واجهها، واجه مخاوفك. طيب ده بالنسبه لي تالت حاجه. والله الخساره ان انا عملته في الوقت ده. ايس كوفي كل التلج اللي فيه مشي، النتيجه ظهرت
لا اكيد هو في شعارات عماله تظهر من فوق بس مش عارفه بقى. يلا حتى لو ظهرت في 60 داهيه عامه. طيب بالنسبه لي ازاي اقنع اهلي، مش هعرف اتكلم كتير في النقطه دي عشان الموضوع بيتوقف من اهل لاهل وكده، وكل اهل ليهم تفكير. طيب بجد انا هحاول اساعدكم في الحته دي. بصوا انتوا اختاروا محتوى، يعني قولوا لهم هقدم محتوى مفيد، هقدم محتوى هيفيد حد والكلام ده، وان شاء الله يقتنعوا. يعني ما اقتنعوش ممكن على فكره ما تظهروش وشكم خالص، سواء بنت او ولد عامه. انا ممكن اللي هو تعملي الحاجات اللي هو بالكاميرا الخفيه، ممكن تصوري مثلا فلوجز حاجات زي كده من غير ما تظهري وشك خالص. عامه دي حاجات بتنفع. ممكن لو هتعملي مثلا بتحبي اللي هو البودكاست والكلام ده تعملي كده. اعتبروا بقي مش باين، ننزل اكتر. طيب هعلى شويه اهو كده، وافضلي اتكلمي بس بايدك، تمام؟ فايه ده بالنسبه والله العظيم ان انا بحاول اساعدكم بجد. والله انا هكون اول داعمه ليكم لو بدات قناه يوتيوب. واكتبوا لي في الكومنتس وانا عامه هروح على طول اعمل لكم فولو وهشجعكم ان شاء الله. الناس لبعضها، يعني الدنيا اسهل بجد مما تتوقعوا يا جماعه. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واللي هو مش عارفه اسمي العنوان ايه بصراحه، ولكن بما يخص اليوتيوب. ويا جماعه نصيحتي ليكم، اليوتيوب الايام دي بجد من اكتر الحاجات اللي ليها اهميه مهما كان سنكم صغيرين كبار. انا بصراحه فاتحاه كهوايه، ولكن انتوا ممكن تفتحوه كبزنس ممكن. فيا جماعه بجد بجد اليوتيوب لو انتوا بتحبوا التصوير ما تضيعوش موهبتكم وابداوا. وبجد ابداوا، والحاجه اللي خايفين منها ابداوها دلوقتي، وان شاء الله خلال السنين الجايه تشكروا نفسكم عليها وهتكونوا انجح ناس في الدنيا. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي. الفيديو الجاي هيكون اعتقد على النتيجه، لو كانت حلوه هشارك، ما كانتش حلوه هشاركها برضه.